الله الرحمن الرحيم. ذكر المعطين قدس الله نفسه في هذه المسألة أمرين. الأمر الأول أن حج السبي لا يجزي عن حجة الإسلام. الأمر الثاني أن حج السبي مستحب ومشروع ومحبوب، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. وقد تقدم أن عمدة الدليل على ذلك والروايات الخاصة، فإن هذه الروايات على طائفتين. الطائفة الأولى ناصة في أن الحج مشروع، الحج السبي المميز مشروع، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. كلتا الدلالتين صريحة وناصة، فإنه ورد في الروايات: إذا حج السبي 10 سنين لا يجزي عن حجة الإسلام. فإن هذه الرواية تدل على أمرين. الأمر الأول أن حج السبي مشروع، السبي المميز حجه مشروع. الثاني أنه لا يجزي عن حجة الإسلام. الطائفة الثانية تدل بالظهور لا بالنص، فإنه ورد في هذه الطائفة: إذا حج السبي 10 سنين فهو حجة الإسلام. فهذه طائفة من الروايات ناصة في أن حج السبي مشروع ومحبوب، ولكنها تدل على عدم الإجزاء بالظهور. فإنها تدل على أن الحج على أن السبي إذا حجه وهو 10 سنين فحجه حجة الإسلام حتى يكبر. فإن هذه الغاية ظاهرة في أن حجة الإسلام في زمان صغره، أما إذا كبر وبلغ فحجة الإسلام فهي ليس حجة الإسلام، فحجه هذا ليس بحجة الإسلام. فحجة الإسلام إنما هي في زمان بلوغه وكبره. الغاية تدل على ذلك، تدل على أن حج السبي أبو 10 سنين إن حج السبي المميز حجه حجة الإسلام في زمان صغره من حيث المحبوبية والثواب حتى يكبر. وهذه الغاية تدل على أن حج السبي حجة الإسلام في زمان صغره فقط، وأما في زمان كبره وبلوغه ليس بحجة الإسلام. فحجة الإسلام في زمان كبره وبلوغه هو الحج الذي
أتى به في زمان بلوغه. فإذا هذه الطائفة تدل على مشروعية حج السبي بالنص، وعلى أنه حجة الإسلام في زمان صغره فقط، وتدل على ذلك بظهور الغاية، وأنه لا يجزي عن حجة الإسلام في زمان كبره. فإذا العمدة في المقام هذه الروايات. وأما الاستدلال بحديث الرافع فقد تقدم أن هذا الحديث ضعيف من ناحية السند، وإن كان معروفا ومشهورا بين العامة والخاصة، وقد عمل به العامة والخاصة. بهذا الحديث ومفاد هذا الحديث رفع قلم التشريع، تشريع الحكم الشرعي أعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعني أن الأحكام الشرعية لم تشرع على السبي، لا الأحكام التكليفية ولا الأحكام الوضعية. الحديث ظاهر في ذلك. وأما حمل الحديث على رفع العقوبة، رفع القلم عن العقوبة والمؤاخذة بحاجة إلى قرينة، هذا مضافا إلى أن مفاد الحديث لو كان رفع العقوبة فهو من باب السالب بانتفاء الموضوع، إن رفع العقوبة من جهة عدم التكليف، عدم تشريع التكليف، فرفع العقوبة من جهة عدم تشريع التكليف، تشريع الأحكام الإلزامية والأحكام الوجوبية. الأحكام الإلزامية أعم من الوجوبية والتحريمية، لا أن عدم المؤاخذة من باب ثبوت المقتضية، فإن المقتضي للعقاب موجود، كما إذا كان الوجوب شيء موجودا أو حرمة الشيء موجودة ومنجزة، ولكن الشارع امتنانا قد رفع المؤاخذة ورفع العقوبة. ليس معنى رفع القلم في المقام ذلك، وإلا لازم أن يكون رفع العقوبة والمؤاخذة امتنانا، فإن رفع العقوبة والمؤاخذة مع ثبوت المقتضي امتنان. وأما في المقام فليس هو امتنانا. رفع القلم سواء كان قلم التكليف أو قلم التشريع، تشريع الحكم الشرعي أعم من التكليف والوضعي، أو قلم المؤاخذة، فعلى كلا التقديرين فليس رفع القلم للامتنان. وأما التمسك بالإطلاقات الأدلة، فأن إطلاقات الأدلة من الآيات والروايات تشمل السبيل أيضا، ولكن بما أن الوجوب مرتفع عن السبيل بواسطة حديث الرفع أو غيره،
فعندئذ بقي استحبابه وبقي مشروعيته. ذكرنا أن هذا أيضا غير صحيح، لأن لازم ذلك أن يكون الوجوب مركبا من طلب الفعل والمنع من الترك، وحديث الرافع رافع للمنع من الترك، وأما طلب الفعل فهو باق. ليس الأمر كذلك، فإن الوجوب أمر بسيط. هذا مضاف إلى أن الوجوب حكم عقلي انتزاعي، والمجعول في الشريعة المقدسة على اعتباره. الشارع اعتبر الصلاة في ذمة المكلف، وهذا الاعتبار بسيط غير قابل للتجزئة، فإن المصلحة الموجودة في الصلاة إن كانت لزومية فالعاقل ينتزع منه الوجوب، وإن كانت غير لزومية فالعاقل ينتزع منه الاستحباب. فإذا رفع الوجوب لا يمكن، فإذا الوجوب لا يمكن أن يكون أمرا مركبا، بل هو أمر بسيط عبارة عن اعتبار المولى. اعتبار أمر بسيط أمره دائر بين الوجود والعدم، ولا يتصور فيه ثالث. فإذا العمدة في المقام إنما هو الروايات الخاصة. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه يستحب للسبي المميز أن يحج، وحجه لا يجزي عن حجة الإسلام. ذكر الماتن قدس الله نفسه هذه المسألة